صباح الخير، مكملين مع بعض شرح زمن الماضي المستمر. النهارده في بارت 3 هناخد ريفيجن على اللي اخدناه في بارت 1 وبارت 2. في البداية في قاعدة حابة اشرحها لكم قبل ما نبدأ في الريفيجن بتاعتنا. القاعدة بتقول إن بعض الأفعال لا تستخدم مع أي زمن مستمر. إيه هي الأزمان المستمرة؟ أخدنا من الأزمان المستمرة ال present continuous اللي هو زمن المضارع المستمر، وحاليا إحنا بندرس الماضي المستمر أو ال past continuous. دول بعتبرهم الاتنين أزمان مستمرة. طيب برضو أنا ما فهمتش يعني إيه الأفعال دي مش هينفع أستخدمها مع الأزمان المستمرة. يعني لو شفت مجموعة الأفعال اللي إحنا هنتكلم عليها دلوقتي، اتأكد إنه مش هينفع إن إحنا نضيف لها ing. في نهايتها لن يضاف ing إطلاقا. ايه هي الافعال دي؟ بنقول عليها في الانجليش الستاتيف فيربس. ستاتيف فيربس هي 4 مجموعات من الافعال: افعال العاطفه، افعال الحواس، افعال التملك، وافعال التفكير. ناخد واحده واحده ونبدا نفهمها. افعال العاطفه من اسمها هو اي حاجه انت بتحسها: love like hate سواء بتحب او بتكره، enjoy بمعنى يستمتع، fear بمعنى يخاف، و prefer بمعنى يفضل. عادي جدا انك تلاقي جملة بتقول he likes to travel، هو بيحب انه يسافر. لكن اللي مش عادي انك تلاقي جملة بتقول he is liking to travel. مش هنلاقي اي فعل من افعال العاطفة او اي افعال تانية من الاربع مجموعات يضاف اليه ing طالما هو stative. تمام كده؟ طيب ندخل على تاني مجموعة اللي هي افعال الحواس. من اسمها افعال الحواس: see, hear, smell, taste, feel، وفي كمان touch. كلها مش هينفع نضيف لها ing في نهايتها. تالت مجموعة معانا من اسمها أفعال التملك، معناها ملكي، عندي، بتاعتي أو بتخصني. own و have الاتنين بمعنى يملك. possess يمتلك، want يريد، و belong يعني يخص أو ينتمي إلى. لن يضاف إليهم ing. آخر مجموعة معانا وهي أفعال التفكير: know, forget, remind, remember, understand. الأربع مجموعات لن يضاف إليهم ing مطلقا. طيب هل دي قاعدة أساسية؟ لا. ممكن عادي جدا وأنا بقرأ في أي جملة في الإنجليش أشوف الجملة دي قدامي: I am seeing my doctor tomorrow. أنا هشوف الدكتور بتاعي بكرة، وهلاحظ هنا إن سي مضاف لها ing. طيب هل كده معناه إن الجملة دي غلط؟ لا، الجملة دي صح وما فيهاش أي مشكلة. طيب ليه اللخبطة دي بقى؟ هقول لك ركز معايا في قاعدة سهلة أوي. القاعدة بتقول لو الفعل جه بمعناه الأصلي لن يضاف إليه ing. يعني لو سي جت بمعنى حاسة البصر مش هينفع تضيف لها ing. هل الجملة بتاعي هنا معناها حاسة البصر؟ هل أنت رايح عشان تتفرج على الدكتور أو تشوفه بعينيك؟ لا. فلو اختلف معنى سي عن المعنى الأصلي اللي هو حاسة البصر ينفع نضيف له ing. يعني إيه؟ يعني لو جيب معنى مختلف زي معناه visit أو meet أو understand. نطلع للجملة الأساسية ونقراها ونشوف هي معناها إيه. الجملة بتقول I am seeing my doctor tomorrow. أنا هشوف الدكتور بتاعي بكرة؟ لا، أنت مش رايح تشوفه. أنت تقصد تقول I am meeting أو I am visiting my doctor tomorrow، اللي هي معناها يا ولاد I have an appointment with my doctor tomorrow. أنا عندي ميعاد كشف مع الدكتور بكرة، ودي بتختلف تماما عن حاسة الإبصار، وعشان كده يصح إن أنا أضيف ing للفعل. ناخد مثال على الكلام ده. She is seeing a friend this evening. She is seeing a friend this evening. هل هنا سي معناها إن هي بتشوف صاحبتها نازلة تتفرج عليها بعينيها؟ لا. سي هنا معناها meet، يعني she is meeting a friend this evening. جملة تانية: I am seeing what you mean now. هل معنى الجملة أنا شايف اللي أنت بتقوله؟ لا، معنى مش مظبوط. see هنا معناها understand، يبقى I understand what you mean now. أنا فاهم اللي أنت بتقوله، وعشان كده عادي جدا إني أشوف ing مضافة لسي لأن مش معناها يرى. جملة تالتة لما أقول the manager is seeing the problem now. المدير أو المسؤول بيشوف المشكلة دلوقتي؟ لا، هو مش رايح يتفرج عليها، هو معناها إنه بيحاول يحلها. يبقى ممكن أقول the manager is handling، يعني بيتعامل مع أو dealing with the problem now، أو the manager is trying to solve the problem now. معنى مختلف تماما عن معنى حاسة الإبصار، وعشان كده مفيش أي مشاكل إنك تشوف الفيرب سي مضاف له ing. على نفس الطريقة الفعل have بمعنى يملك. لو انت شفته في جملة بتقول I have a car بمعنى أنا أملك سيارة، أو we have a lot of money إحنا عندنا أو نملك كثير من الأموال، أو I have two brothers أنا عندي أخين، هل هنا
ينفع أضيف ing؟ هتقولي لا، ما ينفعش تضيف ing لأن هنا have معناه فعل تملك بمعنى ملكي أو عندي أو بتاعي أو بيخصني. لكن هل ينفع إن have أضيف لها ing؟ المفروض أنت شاطر وبدأت تفهم. أيوة ينفع لما المعنى يختلف عن المعنى الأصلي للفعل. زي إيه؟ زي ما أقولك I am having breakfast. هل هنا have معناها إنه عندي؟ أنت عندك الفطار، الفطار ملكك أو بتاعك؟ لا، أنت تقصد تقولي I am eating breakfast. أنا بتناول الإفطار بتاعي. طيب we are having a break. we are having a break ده مش معناه إن الفسحة بتاعتك ولا ملكك، أنت تقصد تقولي we are taking a break. عشان كده المعنى اختلف تماما. جملة تالتة بعيدة عن have في تصريف الماضي، لكن أنا حبيت أحطها لك عشان تفهم قد إيه المعنى بيكون مختلف. أما نقول she had him apologize. she had him apologize. هتقرأ أول 3 مقاطع وهتقولي والله ده معناه إن هو عندها هتلخبط الدنيا. لا، she had him apologize. had هنا معناها made. she made him apologize يعني جعلته يعتذر، وده معنى مغاير تماما لمعنى عندي أو ملكي. طيب I am having a problem today. المشكلة مش ملكك ولا بتاعتك، انت تقصد تقولي I am suffering from a problem today. أنا بعاني من مشكلة النهاردة. كل دي أفعال لقيت فيها have مضاف لها ing. ليه؟ لأن معناها مش ملكي أو عندي. ندخل بقى الريفيجن بتاعنا واحدة واحدة. النهاردة هندرس 3 نوعيات من الأسئلة، نركز مع بعض. أول نوعية من الأسئلة اللي هي fill in the blanks، املأ الفراغات. قال لي with either، واحدة من اتنين. past continuous اللي هو ماضي مستمر أو past simple. السؤال الأول بيقول while I walk home I see a shooting star. وأنا ماشي للبيت أنا شفت شهاب أو هنقول نجمة في السماء. النوعية دي من الأسئلة أنا عايزة أتعلم إزاي أحلها. النوعية دي اللي بتقولي املى الفراغات وبتحط لي brackets أو أقواس على الفعل، هي غالبا عايزة أصرف الفعل في زمنه المظبوط. طيب علشان أقدر أحل النوعية دي من الأسئلة أعمل إيه؟ عيني على أداة الربط يا ولاد، أشوف فين أداة الربط اللي موجودة عندي في الجملة. أداة الربط اللي موجودة عندي هنا هي كلمة while. while اللي هي أثناء أو بينما. طيب في part 2 لما شرحنا إحنا اتفقنا إن while ايه ظروفها؟ ايه الخصائص او الكاركترستكس المهمة اللي بتعرفني انه اتعامل مع وايل ازاي؟ اتفقنا ان وايل اول حاجة مش مرنة. ليه قلنا مش مرنة؟ قالك علشان مش بتقبل بعدها اي زمن غير الماضي المستمر. الزمن اللي بعدها مباشرة بيكون ماضي مستمر. ادي اول حاجة. طيب تاني حاجة، زمن الجملة التانية أعرفه إزاي؟ قالك افهمه من سياق الجملة. لو كانوا حدثين الاتنين مستمرين مع بعض في نفس التوقيت، إذا زمن الجملة التاني هو كمان هيكون ماضي مستمر. طيب لو لقيت حدث أطول وحدث أقصر، يبقى زمن الجملة التانية ماضي بسيط. ده القاعدة اللي احنا فهمناها على وايل. طيب نطبق. عينينا على وايل وأعمل سهم على الجملة اللي بعدها وأحط تحتها خط. إيه هي الجملة اللي بعدها؟ I walk home. طيب احنا اتفقنا ان الزمن اللي هيجي بعد وايل هيكون ايه؟ هيكون ماضي مستمر. جملة مثبتة ما فيهاش اي حاجة. طيب يبقى انا عايزة اغير زمن I walk لماضي مستمر. تعالوا نراجع تكوين الماضي المستمر. بيكون من ايه في الجملة المثبتة؟ بيكون من subject اللي هو الفاعل او الضمير، وانا عندي هنا الضمير I، ثم was او were. I هتاخد was ولا were يا ولاد؟ هتاخد was. بعدين الفيرب مضاف له ing، فكل اللي هعمله اني هاخد walk واضيف لها ing. طيب تعالوا نقارن كده فوق بتحت، هلاقي الضمير I زي ما هو. يبقى ايه اللي ناقص في الجملة؟ was walking. يبقى تصليح الجملة هو was walking. اياك تحط walking بس. ما تنساش ان الماضي المستمر بيتكون من subject او الضمير ثم was أو were زائد الفيرب مضاف له ing. ندخل على الجزء الثاني اللي بعد الكوما. I see a shooting star. عندي طريقتين في حل الجملة. لو انت ركزت معايا في القاعدة اذا فانت جبت طريقة منهم. طيب هلاحظ ايه؟ هلاحظ احنا محتارين زمن الجملة التاني يا ترى هو ماضي مستمر ولا ماضي بسيط. لكن هو حط لي بين الأقواس الفعل see بمعنى يرى. أنا شفت shooting star. I see a shooting star. احنا اتفقنا ان see واحد من أفعال الحواس التي لا تأتي في أي زمن مستمر، وبالتالي من ضمن الأزمنة المستمرة الماضي المستمر. إذا مش متبقي ليا غير الماضي البسيط. طيب الماضي البسيط تصريف الجملة بتبقى فيها ازاي؟ بيكون من السبجكت أو الضمير ثم الفعل في التصريف التاني. طيب see في التصريف التاني هتتحول لإيه؟ هتتحول لso. طيب ليه أنا عملت كده؟
ما تنسوش القاعدة اللي احنا كنا شرحناها قبل كده، قلنا سي واحد من الأفعال الغير منتظمة الirregular بنحفظها زي ما هي، له 3 تصريفات. في البريزنت أو التصريف الأول بيبقى سي، في التصريف الثاني اللي هو في الباست بيبقى so، وفي البي بي أو التصريف الثالث بيبقى سين. يبقى الجملة يا ولاد while I was walking home I saw a shooting star. كده احنا جاوبناها بطريقة. طيب نجاوبها بطريقة تانية. احنا اتفقنا نشوف مين الحدث الأطول ومين الحدث الأقصر. أنا كنت ماشي وبعدين رفعت راسي في السماء فلقيت شهاب أو نجمة ماشية في السماء. طيب مين الحدث اللي حصل الأول؟ إني أنا كنت ماشي، ده الزمن المستمر اللي هو I was walking، وبطبيعة الحال جه بعد while، لأن while ما بتقبلش بعدها إلا ماضي مستمر. طيب زمن الجملة التانية هو الحدث الأقصر بعدين، اللي هو تاني حدث بعد ما كنت ماشي ببص فوق لقيت نجمة، يبقى ده الحدث الأقصر وبالتالي زمنه ماضي بسيط. ندخل على تاني مثال عندي، بيقول لي I not hear the phone because I listen to music. برضو نفس النوعية من الأسئلة fill in the blanks. لقيت بين أقواس هو طالب مني أصرف الفعل في الزمن المظبوط. طيب أنا بجيب لكم دايما الأسئلة اللي عليها تريكس علشان بعد كده باقي الأسئلة بالنسبة لكم يبقى سهل. نفهم معنى الجملة بالعربي من غير ما نصرف أي أفعال. يعني أنا ما سمعتش التليفون عشان أنا كنت بسمع مزيكا، كنت مركب الهيدفونز فما سمعتش التليفون وهو بيرن. مبدئيا أنا عايزة أفهم بيني وبين نفسي، هل دول كانوا حدثين شغالين مع بعض ولا عندي حدث طويل وحدث قصير؟ ها؟ أول حاجة أنا كنت مركب التليفون، فعشان كده لما التليفون رن بعدين أنا ما سمعتوش، وبالتالي أنا عندي حدث طويل وحدث قصير. كده أنا فهمت المعلومة لنفسي وفهمتها. بس اتفقنا إن في النوعية دي من الأسئلة بدور على أداة الربط. طيب هنا أداة الربط لا لقيت while ولا لقيت when، أنا كده محتار. لا ما تحتارش، أي أداة ربط موجودة عندك هتمشي معاها بنفس الطريقة. لقيت زمنين مستمرين خلاص هتخليهم الاتنين مستمرين. لقيت حدث أطول وحدث أقصر يبقى الحدث الطويل هياخد زمن ماضي مستمر والحدث القصير هياخد زمن ماضي بسيط. ده إذا ما كانتش فيه قاعدة. تمام كده؟ طيب هندور هنا على أداة الربط وهنلاقي إن هي because. مظبوط because. احنا اتفقنا إن الحدث الأطول كان مين؟ إن أنا الأول كنت مركب الهيدفونز وبسمع المزيكا. بالظبط كده. طيب اتفقنا ان الحدث الاطول يعني ماضي مستمر. يلا نصرف الجمله اللي فوق اللي هي I listen نحولها لماضي مستمر مثبت، مفيش اي علامه تقولي ان في مشكله. يبقى جمله مثبته في الماضي المستمر بتتكون من ايه؟ بتتكون من السبجكت او الضمير اللي هو I، ثم was ولا were يا اولاد؟ هتاخد was. برافو. ثم الفيرب مضاف له ing، اذا listen هننزلها listening مضاف لها ing. يتبقى لي الجملة التانية اللي هي الحدث الأقصر، التليفون رن. في حاجة ألاحظها؟ قال لي أيوة، حدث أقصر اتفقنا ماضي بسيط، بس خلي بالك في الماضي البسيط في كلمة not فوق، يعني أنت عايزة جملة في الماضي البسيط وتكون منفية. طيب تمام، يبقى نفي في الماضي البسيط. يلا نراجع. الجملة المنفية في الماضي البسيط بتتكون من إيه؟ بتتكون من السبجكت أو الضمير اللي هو I. طيب بنفي في الماضي بإيه؟ بنفي ب didn't. طيب الفعل اللي بعد didn't بيجي إيه أخباره؟ اتفقنا إن الفعل اللي بيجي بعد didn't في الماضي don't أو doesn't في البريزنت بيبقى فعل في المصدر بدون إضافة أي نهايات. يبقى here هتنزل زي ما هي بدون إضافة أي نهايات. يبقى إجابة الجملة اللي عندي I didn't hear the phone because I was listening to music. تالت سؤال من نفس نوعية الأسئلة fill in the blanks هنلاقي they play football when it start to rain. اتفقنا نفهم الجملة بالعربي. هما بيلعبوا كورة لما أو عندما بدأت الدنيا تمطر. أفهم يا ترى الحدثين كانوا مع بعض؟ يعني هل هما كانوا بيلعبوا والدنيا بتمطر عليهم ولا حاجة حصلت وبعدين حاجة تانية حصلت بعدها؟ ها؟ الحدث الأول اللي عندي حصل إن هما كانوا بيلعبوا كورة وده الحدث الأطول. طيب وبعدين وهما بيلعبوا الدنيا بدأت started to، يعني بدأت إنها تمطر، ده الحدث التاني. خلاص عرفنا المعلومة لنفسنا. تاني خطوة ندور على أداة الربط. فين أداة الربط؟ أداة الربط when. مظبوط كده. يا ترى ليها قاعدة ولا ملهاش قاعدة؟ لا ليها قاعدة وأخدناها في البارت اللي فات. when قلنا مرنة أكتر من while. ليه؟ قال لك لأن هي ما عندهاش مشكلة. قالت والله لو لقيتوا الزمنين مستمرين زي بعض حطوا بعدي ماضي مستمر والجملة التانية كمان ماضي مستمر. قلنا لها طيب لو في حدث أطول وحدث أقصر؟ قالت لا، لو حدث طويل وحدث قصير أنا عكس while، أنا هاخد الحدث الأقصر.
إذا أبقى عارفة إن when هيجي بعدها جملة في الماضي البسيط. نرجع لجملتنا ونقسمها. احنا اتفقنا ان هيبقى في حدث اطول اللي هو they play football، والحدث الاطول ده هيكون زمنه ماضي مستمر. عايزين نعمل جملة مثبتة في الماضي المستمر. جملة مثبتة لان ما عنديش نفي، ما عنديش سؤال، ما عنديش اي حاجة. خلاص كده بتتكون من ايه؟ الضمير زي هينزل زي ما هو، ثم هتاخد where ولا was؟ زي where. وplay هتتحول لplaying verb مضاف له ing. طيب ندخل على الجملة التانية وهي الحدث الآخر الدنيا مطرت عليهم بعد كده. زمانها ماضي بسيط. ليه؟ عشان وين بيجي بعدها على طول ماضي بسيط، وده الحدث الآخر. طيب الحدث الآخر هنا الجملة بتتكون it و start. الضمير هينزل زي ما هو it، وستارت هتتحول للتصريف التاني في الماضي البسيط هيتضاف لها ed لأن ده فعل منتظم. مظبوط كده؟ يبقى الجملة هتبقى they were playing football when it started to rain. كده خلصنا النوعية الأولى من الأسئلة اللي بنلاقيها على أدوات الربط when while و because كمان معانا. دلوقتي هندخل على نوعية جديدة من الأسئلة correct the mistakes أو صحح الأخطاء. Were you studied at 7 p.m. yesterday؟ هل أنت كنت بتذاكر الساعة 7 امبارح بالليل؟ هلاقي حد مش مركز وبتغلط كتير فيها طلبة ويجي يقول لي انت قلتي هل، بدأتي الجملة بهل بينما الجملة معناها أين. أقول له ليه؟ يقول لي where يا مس يعني أين. أقول لك يا حبيبي ركز، where اللي معناها أين هي WHERE اللي هي question word أو كلمة استفهام بمعنى أين، لكن where اللي هي WERE مع was ده verb to be في الماضي. am و is و are في البريزنت اتحول ل was were في الماضي. باختلاف الأزمنة اللي احنا درسناها، أي ما تلاقي فعل مساعد بادئ في الجملة سواء do, does, did, was, were, is و are، لقيت أي فعل مساعد بيبدأ الجملة وفي الآخر هتلاقي question mark أو علامة استفهام، فده معناه إنه سؤال بهل. طيب النوعية دي من الأسئلة بنحلها إزاي يا ولاد؟ النوعية دي غالبا بتركز على الكلمات الدالة على الزمن. يعني بيبقى فيه زمن مش مظبوط في الجملة وانت بتدور على كلمة دالة بتعرفك الزمن ده زمن ايه. طيب هل هنا انا عندي كلمات دالة على الزمن؟ هقول لك ايوه. اول علامة كلمة yesterday. yesterday بتدل على انه حصل امبارح او في الماضي، مظبوط كده؟ طيب هل دي العلامة الوحيدة؟ هقول لك لا، بس ركز. لو هي دي العلامة الوحيدة اللي موجودة في الجملة فده معناها ان زمن الجملة ماضي بسيط. ليه؟ لأن احنا خدنا yesterday من العلامات الدالة على زمن الماضي البسيط. لكن هل هي لوحدها علامة أو كلمة دالة على الزمن؟ قال لي لا والله أنا عندي كلمة كمان. إيه هي؟ هي 7 p.m. الساعة 7 مساء. طيب الكلمتين مع بعض يعني توقيت محدد الساعة 7 امبارح بالليل في الماضي، وقت محدد في الماضي، دي علامة من علامات أو علامتين بيأكدوا لي إن الزمن ده زمن ماضي مستمر. يبقى أنا عايزة سؤال بهل في زمن الماضي المستمر. طيب إزاي أسأل بهل في الماضي المستمر؟ ريفيجن سريعة. was aware زائد السبجكت زائد الفيرب مضاف له ing، وطبعا ما ننساش زي ما أنا نسيت الكويشن مارك. ننزل الجملة اللي فوق واحدة واحدة ونقارنها بالجزء الهايلايتد باللون الأصفر. where هتنزل زي ما هي لأن قال لي was aware، يبقى أنا هنزل where زي ما هي. السبجكت أو الضمير اللي بيحل محله أدور في الجملة عندي ألاقي you، أنزل you زي ما هي. جه قال لي في الجزء الهايلايتد اللي بيجي بعد كده بيبقى verb مضاف له ing، ده المفروض قاعدة وتكون حافظها. طيب هل الفعل هنا فوق عندي مضاف له ing؟ لا ده مضاف له ied، إذا فهي دي الغلطة. والتصليح بيبقى studying. were you studying ونكمل الجملة عادي at 7 p.m. yesterday. هل أنت كنت بتذاكر الساعة 7 امبارح بالليل؟ يبقى الجملة فيها سؤال بهل، بنبدأ بوير، بيجي بعدها الفاعل اللي هو يو سواء كان subject أو ضمير بيحل محله، ثم الفعل مضاف له ing وتكملة الجملة. مثال تاني هناخده I didn't watching TV at 9 p.m. last night. أنا ما كنتش بشوف التلفزيون الساعة 9 امبارح بالليل. بندور على keywords أو كلمات دالة. last night معناها امبارح بالليل، بس كده لا، ولقيت 9 p.m. إذا فالزمن ده ماضي مستمر. هروح جري أدور على جملة مثبتة في الماضي المستمر، يبقى أنت مش مركز. ليه؟ لأنك لو قريت الجملة هتلاقي فيها كلمة not. يعني إيه not؟ يعني نفي. يبقى أنا عايزة أجيب جملة منفية في الماضي المستمر. نعمل ريفيجن على النفي في الماضي المستمر. بيتكون من إيه؟ بيتكون من subject
was aware زائد not زائد الفيرب مضاف له ing. ننزل واحدة واحدة. قال لك subject أو الضمير اللي بيحل محله يبقى هنزل I. تاني حاجة المفروض تبقى إيه؟ was aware مش did. I هتاخد was وهننزل بعد كده not والفيرب مضاف له ing watching مظبوطة TV at 9 p.m. يبقى الإجابة يا ولاد اللي موجودة عندي في الجملة I was not watching TV at 9 p.m. last night. هناخد نوعية جديدة من الأسئلة دلوقتي وهي أسئلة rewrite. rewrite using words in brackets. يعني عيد الجملة اللي موجودة قدامك باستخدام الكلمة أو الجملة اللي بين الأقواس. إسراء rang me during my sleep. إسراء اتصلت عليا أو رنت عليا خلال أو أثناء نومي. my sleep يعني نومي. sleep ممكن نستخدمها بمعنى فعل ينام أو تيجي اسم بمعنى النوم. يعني هو طالب مني أحل السؤال ده إزاي؟ قال لي والله ده معناه إن أنا عايزك تشيل أداة الربط اللي موجودة في الجملة وتبدلها. طيب أداة الربط اللي موجودة في الجملة هنا عندي إيه؟ عندي during اللي هي أثناء. قال لي والله بدلها لي وهات لي بدلها while. طيب احنا اتفقنا يا ولاد while لازم يجي بعدها ايه؟ الجملة اللي بتيجي بعدها على طول بتبقى ايه؟ بتبقى ماضي مستمر. طيب الجملة التانية بيتحدد زمنها بناء على فهمنا لسياق الجملة. أنا كنت نايم وبعدين إسراء اتصلت بيا، مش حدثين ماشيين مع بعض. لا، الحدث الأطول كان إني أنا كنت نايم وبعدين إسراء اتصلت بيا، إذا فالحدث التاني هيكون ماضي بسيط. نحول الجملة while. طيب الجملة اللي هتيجي بعدها تكون إيه؟ أنا كنت نايم. ركز دايما إن while when و because التلاتة بيجمعهم حاجة مهمة جدا، لازم يجي بعدهم جملة كاملة. يعني إيه جملة كاملة؟ يعني subject اللي هو الفاعل ثم الفعل ثم تكملة بقى في الجملة. شوف هتكمل الجملة بإيه. لكن ما ينفعش تقول while my sleep، دي جملة غلط. لازم تقول لما أنا كنت نايم. يبقى بنحول my sleep للزمن الطبيعي في الماضي المستمر while I was sleeping. مظبوط كده؟ ثم الجملة التانية هي already في الماضي البسيط محطوطة، بحطها إسراء rang me. يبقى الجملة إجابتها while I was sleeping إسراء rang me. ندخل على تاني مثال عندي بيقول لي he was watching a movie and he fell asleep suddenly. كان بيتفرج على فيلم وفجأة وقع نايم كده مكانه وهو بيتفرج على التلفزيون، وطالب مني أربط الجملة دي باستخدام when. طيب مفيش مشكلة، الأول كنا ممكن يديني كلمة ربط وأبدلها. لا، هنا مديني جملتين على بعض من غير أداة ربط وبيقول لي حطي بقى أداة الربط في الجملة. أقول لك طيب، بس في البداية ركز على الفعل fell asleep. fell ده يعني إيه؟ fell يعني وقع نام خلاص، يعني اللي هو وقع من التعب ونام. طيب الفعل ده في أنهي تصريف؟ في التصريف التاني. الفعل ده أصله في البريزنت fall، بيتحول في التصريف التاني لفل والتصريف التالت بتاعه fallen. طيب هعمل ايه عشان احل الجمله؟ هقسم الجملتين اللي عندي عشان افهم يا ترى دول شغالين الاتنين مع بعض مستمرين ولا يا ترى كل واحد فيهم واحد اطول واحد اقصر. انا مش عارف. كان بيتفرج على التلفزيون وبعدين فجاه نام. ها، الاتنين حصلوا مع بعض؟ يستحيل. هو الاول كان بيتفرج وبعد كده خلاص حب ينام فنام. يبقى الحدث الاطول عندي هيكون he was watching a movie، وده بالتحديد هيبقى ماضي مستمر. مظبوط كده. بينما الحدث الأقصر عندي هيبقى he fell asleep، وده هيبقى زمنه ماضي بسيط. طيب دلوقتي هو طالب مني أربط باستخدام كلمة when. يا ترى اللي هيجي بعد when هيبقى ماضي مستمر ولا ماضي بسيط؟ على اعتبار إن في حدثين، واحد طويل واحد قصير، اتفقنا إن when بتقبل الماضي البسيط بعدها. يبقى الجملة هتتكون من when ماضي بسيط ماضي مستمر. الحدث الأقصر هو اللي هيجي بعد when على طول. مظبوط كده؟ طيب يبقى when he fell asleep، برافو عليك، الجملة الهايلايتد باللون الأحمر هي اللي هتنزل على طول بعد when he fell asleep. الجملة التانية هيكون زمانها ماضي مستمر he was watching a movie. لما غلب عليه النوم ونام كان أصلا من البداية هو كان بيتفرج على التلفزيون. طيب ايه اللي ممكن نركز عليه في البارت ده النهارده لانه هيفيدني المره الجايه؟ ركز كويس جدا ان سواء when سواء while سواء because التلاتة بيجمعهم شيء مشترك، قبلهم او بعدهم لازم اشوف جمله كامله. يعني ايه جمله كامله؟ يعني الاقي subject verb وتكمله. يعني فاعل او ضمير فاعل، هلاقي فعل، هلاقي التكمله دي سواء كانت object سواء كانت preposition وبعديها noun، مفيش اي مشاكل، لكن لازم بعدهم جمله كامله.
أنا عارفة إن الجزء ده كان صعب عليكم شوية، كان مراجعة، أتمنى تكونوا استفدتوا منه. لو في أي أسئلة اكتبوا لي في الكومنتس سواء في البيج على فيسبوك أو على اليوتيوب شانل. مستنياكم في بارت 4 إن شاء الله. هناخد تكملة مفيدة لطلبة ثانوي تخص قاعدة when ووايل أو الماضي المستمر بشكل عام، هنشرح فيها during وon. استنوني في الجزء الجاي إن شاء الله، هنشرحه مع بعض وأتمنى يكون سهل بإذن الله. أشوفكم المرة الجاية. باي باي.